مشاهدين مرحبا بكم إلى خبر عاجل من قناة أخبار السلوك مباشرة. هذا هو أحدث معلومات وأكثرها موثوقيات متاحة لكم. ضربت كارثة سيول مدينة السلوك سومترا غربية صباحا الثلاثاء 12 يناير 2021 صباحا. نتج هذا الفيضان عن فيضان نهريبية لمبang بسبب هطول أمطار غزيرة من بعد الظهر الاثنين حتى الليل، ونتيجة لذلك غنمت المياه 9 قرى حضرية في منطقتين فرعتين. قال رئيس شركة سلوك BPBD إن الفيضانات بدأت تغمر منازل السكان في وقت مبكرا من الصباح الثلاثاء. وفقا لمعلومات السكان كان تشريف المياه على وشريعا قبل الفجر، حتى أنه في ذلك الوقت تفرق السكان على الفور باتا عن المساعدة وإرسال BPBD المحلي. هذا ضباط على الفور إلى مكان يتقي هدايا الذي غمرتهم الفيضانات. وبحسب رصد عالمي تسبب هذا الفيضان في إغلاق طريق سومترا الشرقي في مدينة السلوك، لأنه بالإضافة إلى ارتفاع تشريف المياه على الطريق، كما كانت الفيضانات شديدة لدرجة أن الشرطة منع السكان من مرور الطريق خوفا من التسبح في وقوع ثبات. مشاهدين، هذه هي حالة الطريق سومترا في مدينة السلوك عندما ضربت الفيضانات. ومع ذلك فإن الحديد من هذه اللوائح لا تلتفت إليها حتى لا يزال هناك من يعمر بهذه الطريقة. في هذه الطريقة وقع أسوأ ضرر في 5 قرى حضرية من 9 غمرت المياه. أسوأ تأثير تعرض له رجل أعمال في مطعم في منطقة كاتيكا الفريئة. أخبره المطعمة قد جراه الفيضان، وكل ما استطاع أن ينقذه هو حياته ودرجات نارية. هذه هي حالة مطعم ساري مينang الذي جرفت الفيضانات. يأمل السكان حقا أن ترسل الحكومات المدينة مساعدة على الفور في هذه الكارثة لم تكن إصابة. مشاهدين يتابعون الفيديو وتحكي للكارثة الفيضانات في مدينة السلوك سنعرضه عليكم. مشاهدين، هذا هو الخبر الذي يمكننا في هذا الصباح. أنا نيكيتا أماندا، وداعا واشترك.